شيرين عبد النور يا جماعة. شيرين عبد النور، أنا لسه شايفة دلوقتي إنها كانت مشتركة في حفل جوي أوورد، ومكنتش أعرف يعني. أنا بحب شيرين عبد النور يا جماعة جدا 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 يعني. الفستان حلو قوي برضو. بس لو كان قاعدة، لو كان مفهوش البتاع اللي ورا دي، كان هيبقى أحلى كمان. أنا مش عارفة، أنا حاسة بكده يعني. لو هو الفستان كانش فيه يعني من هنا حلو، من هنا لا، مش عارفه بصراحه. انا بحب حاجه ستيمبل يعني خصوصا الاسود. بحس ان هو يعني لازم يبقى هادي، هادي كده، اللي هو يبقى مثلا يلمع كده شويه، بس اللي هو الهادي ده بحسه كده يعني. مش عارفه انا احساسي صح ولا غلط، بس هي في كل حاجه تحفه 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 تحفه. آه بصوا حتى هنا، استنى عشان هي بتحمل. هنا بقى طبعا مع جوزها. هنا طبعا لبلبة طبعا قمر، لطيفة. آه خالد سليم وعمرو دياب وهلا سرحان. بصوا، لا هنا تحفة يا جماعة، ايه ده؟ لا هنا تحفة يا جماعة. انا شكلي ظلمت الكلام ولا ايه؟ انا شكلي هرجع في كلامي. لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بصوا بقى، ماليش دعوة بالفستان، انا ماليش دعوة بكل الحلاوة دي. بصوا الشياكة والأناقة، هي دي سيرين اللي انا عارفة. بصوا سيرين وجمالها ما شاء الله بجد، فظيعة فظيعة. هي اصلا تسريحة الشعر دي انا بحبها جدا عليها، اللي هو ان هي تفرق شعرها كده، بحبه جدا عليها. تحفة 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 تحفة. بصوا الجمال. لا معلش يا جماعة، انا اسفة جدا، انا هغير كلامي. انا انا بعتذر جدا عن الكلام اللي قلته. لا، فستان تحفة يا جماعة، ايه ده؟ لا 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 لا، فستان جامد جمودة. ايه اللي انا قلته ده؟ لا 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 لا، انا كنت بشوفش ولا ايه؟ انا راح اجيب النضارة حالا. ايه الفستان الحلو ده؟ لا 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 لا، الفستان جامد، الفستان حلو، الفستان شيك، الفستان قمر. لا، انا غيرت كلامي يا جماعة. ونبص هنا بقى مين على مين على مين، على سمية الخشاب. سمية الخشاب يا جماعة، بصوا بقى، يعني كل ما تكبر تحلى وتزيد احلى واحلى. الفستان بردك هادي، اسود هادي وحلو، وهي بردك معتمدة الميك اب الرقيق. فلا اللوك على بعضه هادي وحلو وما فيهوش اي حاجة. و لا حلو، عجبني يعني. بس كده نشوف بقى حد تاني. هنشوف بقى مين، لوك رانيا يوسف. ده اللي كان لوك رانيا يوسف بردك في حفل جوي اوورد. آه اطلولا بقى، مش عارفه، يعني ايه، مش عارفه. انا سيبكم انتوا الرأي تقولوا. مش يعني الحته دي، شايفين الحته الصفراء اللي هنا دي، اللي طالعه كده بالورد دي، مش يعني لا. يمكن لو الفستان كان نزل تحت شويه، نزل تحت كده، ومش عارفه اهو ظهرت اهي الصوره هي اكتر اهي. انتوا ايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم كده، انا مش عارفه بصراحه. يعني حاسه ان يعني حاسه الفستان حلو، بس في حاجه كده محتاجه تتظبط. إيه هي؟ مش عارفه. بس طبعا اللي هي مظبطاه كله رانيا يوسف. طبعا رانيا يوسف هي اللي مظبطه الفستان كله يعني. بصراحه يعني تظبط اي فستان هي رانيا يوسف طبعا، ان هي مهما تكبر بتحلو اكتر برضو يعني. ف يعني هو كان الفستان محتاج حاجه واحده بس، مش عارفه ايه هي، بس هو كان محتاج حاجه. كان محتاج يتشال الحته الصفراء اللي تحت دي، او تبقى من تحت خالص. عارفين كده؟ مش عارفه ازاي يا جماعه. بس هو الفستان من فوق حلو جدا، حلو قوي. كان من تحت مش عارفه كان لو كانت تكمله كان هيبقى تحفه، كان هيبقى خطير بجد والله. وبس كده، كان فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناه. وبس كده، وباي باي.